لو انت طالب في ثانوية عامة، تعالى اقولك المفروض انت وفي اللجنة بتاعت ثانوية عامة بتعمل ايه عشان ما تضيعش تعب السنة كلها اللي انت تعبت فيها. ما ينفعش اول ما تدخل اللجنة تبدأ تمسك الورقة والقلم وتبدأ تحل، لان عايزة اقولك ان اول 5 دقايق دول ما بيبقوش للحل، لا، اول 5 دقايق بيبقوا للتركيز. فانت ابدأ افتح الورقة كده بهدوء واقرا الاسئلة بتاعتك، وعلم بقلم رصاص على الاسئلة السهلة عشان هي دي اللي هتبدأ بيها. ما تبدأش بالسؤال الكبير وابدأ بالسؤال السهل، حتى لو كان في آخر الورقة مش مشكلة. المهم بس ان انت تكسر حاجز التوتر اللي عندك وحاجز الخوف اللي انت فيه، عشان عقلك يبدأ يدخل في المود بتاع الامتحان. وما تنساش تقسم وقتك على عدد الأسئلة، لأن في ناس كتير حرفيا والله دي أكتر حاجة بيعانوا منها في اللجنة، وهي إن الوقت بيسرقهم وما بيبقاش فيه وقت إن هم يراجعوا ولا وقت إن هم أصلا يحلوا بقية الأسئلة اللي هي في الآخر. فعشان كده قسم وقتك على عدد الأسئلة اللي عندك، يعني لو انت عندك 60 سؤال فقسم ال3 ساعات على ال60 سؤال، واعمل حسابك ان انت تسيب من 15 ل 20 دقيقة مراجعة هتراجع فيهم في الآخر. اعمل حسابك في الحتة دي كويس. ركز في السؤال واللي مطلوب من السؤال، علشان بجد في ناس كتير قوي بتجاوب على السؤال غلط بسبب ان هم ما فهموش السؤال اصلا طالب منهم ايه. فحاول ان انت تقرا السؤال مرة واثنين وثلاثة علشان تجاوب صح، ولو عندك اختيارات فحاول ان انت تستبعد الغلط عشان يفضل عندك الإجابة الصح. وفجأة لقيت نفسك ناسي ومش عارف تحل سؤال معين، فسيبه واقلب على اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه، وما تستناش ان انت ترجع له تاني الا في الاخر. علشان بجد عايزه اقول لك حاجه، ان عقلك اصلا بيبدا ان هو يفتكر المعلومات لو بعد عنها، يعني ساعات عقلنا بيبدا ان هو يشتغل ويفتكر المعلومات لما يبعد عنها. فانت طول ما انت حصرت نفسك في السؤال ده ووقفت عليه وبدات تفكر فيه مره واثنين وثلاثه ولقيت نفسك مش فاكر، فصدقني انت كده بتضيع وقت وخلاص. فابعد عنه، حل اللي بعده، اقلب الورقه، حل سؤال غيره. اخر حاجه لازم تعملها في اللجنه وهي المراجعه. ما تقولش خلاص انا خلصت الامتحان وتروح تسلم الورقه وانت كده خلاص اطمنت ان انت حليت كل الاسئله، لا، لازم تراجع مره واثنين وثلاثه، وخصوصا ان انتوا عندكم الاختيارات كتير، فبالتالي انت ممكن احتمال كبير قوي تكون ناسي حاجه انت ما ظللتهاش، ناسي سؤال انت ما حلتهوش. فعشان كده راجع كويس قوي، اتأكد ان انت جاوبت على كل الأسئلة، وخليك عارف ان امتحان ثانوية عامة مش اختبار لذكائك، لا بالعكس، هو اختبار لهدوءك وتركيزك في اللجنة.